تعالوا نشوف السؤال الجميل للمعادلة. انت عاملاه مسائل صغننة، فيديوهات صغننة عشان انت شاطر ونقعد نحل كتير. طيب تعالى نكتب المسألة، يلا. 4 أس 3 زائد 15 بتساوي -17. يعني هنا في سالب. مين اللي المفروض يطلع بره يا ولاد؟ موجب 15. يبقى 4 أس 3 بتساوي -17 يا ميس ناقص 15. ليه ناقص يا ميس؟ عشان هي موجب طردتها بره بالسالب. نكتب السؤال تاني. 4 أس 3 بتساوي، حطي السالب ملكش دعوة بيه، 5 و7 12، 2 ومعانا 1 يديك 32. طب أنا دلوقتي عندي المعامل بتاعي 4، معامل الإكس 4، يعني نقسم عليه يا ميس؟ يا ريت والله يا حبيبي. يلا. 4 أس 3 بتساوي -32. خلي بالك من الإشارة السالبة، يبقى نقسم على 4 أهو. راحت، يتبقى لك x أس 3 بتساوي 32 على 4 وسالب على موجب سالب. وبعدين يا ميس حضرتك هتشيل التكعيبي ونحطها لمين؟ ايوه شاطر. يبقى الاكس بتساوي جذر التكعيبي. ايوه، جذر التكعيبي لمين؟ لسالب 8. طب وهو الجذر التكعيبي لسالب 8 يا حبيبي؟ هي -2. على الآلة هتطلع معاك وتخلص. طيب وهي -2 بتنتمي للأعداد الغير نسبية؟ لا، دي أعداد نسبية. يبقى أقوله لا تنتمي لمين يا قلب ماما؟ للأعداد الغير نسبية. طب أنا كده أجيب مجموعة الحل منين؟ حط م ح. م ح بتساوي إيه؟ مفيش حل أساسي. اللي طلع ده تبع كيو، تبع الأعداد النسبية مش الغير نسبية. يبقى أنا مجموعة الحل بتاعتي مين؟ 4. ركز كده في السؤال عشان هديك عليه واجب. بصراحة أنا كنت ناوية أسيبها لكم واجب. عندي المعادلة الجميلة، هنا حدين وهنا حدين، حلو. بس قال إن الإكس بتنتمي للآر. إكس تنتمي للآر. طب أنا أعمل إيه يا ميس في الأربع حدود؟ تعالى نجمعهم مع بعض. هناخد الإكس مع الإكس، طبعا خلي بالك من تغيير الإشارة. يعني الأول أقول له 5 x أس 3. الأربعة إكس موجب تدخل سالب 4 x أس 3. بعد كده نعمل يساوي مين مكتوب؟ 8 و3/4. ماشي يا ميس، 8 و3/4. خد معاك كسر، السالب يطلع موجب ربع. ماشي كده. يبقى احنا جمعنا المقادير بتاعتنا، خدنا الاكس مع الاكس والاعداد مع الاعداد الكسرية. ماشي يا ميس. 5 x أس 3 ودي يعني 5 شلنا ما يتبقى لنا ايه يا جميل ماما؟ وبما ان هنعيدها يبقى x أس 3 بتساوي هنا ربع وهنا 3/4 يديك 1 صحيح، حطه على 8 يبقى 9. ايوه، اذا ايه هنعمل ايه؟ هنشيل ال3 ونلبسها جذر تكعيبي لل9. يلا يا عم لبسها. بتساوي، اعمل جذر تكعيبي لل9. هو الجذر التكعيبي لل9 يا جميل بيساوي ايه؟ بيساوي 3. طيب وهي ال3 بتساوي ايه؟ لا يا ميس هنا 9، 3 في 3 يبقى تربيعي. يبقى لازم الأول أعمل إيه يا جميل؟ أفكر. يعني مفيش ليها حاجة، يعني رقم يتضرب في نفسه 3 مرات يديك 9. لا مفيش يا ميس. أقول له إذا الجذر التكعيبي لل9 موجود في الآر ولا مش موجود؟ لا موجود يا ميس، يبقى ينتمي للآر. طب أنا عايزة مجموعة الحل. أقول له إذا مجموعة الحل، ولو عايز تختصر م ح تفتح قوس اكتب له جواها الجذر التكعيبي لل9. تاني يا ميس حاضر. احنا دلوقتي يا ولاد عندي معادلة من 4 حدود. خدت الاكسات مع بعض وخدت الاعداد الكسرية والكسر مع بعض. خلصت الجزء ده اداني 9 وطرحت 5 ناقص ال4 اداني اكس تكعيب. عشان اخليها اكس واحدة يا ولاد ال3 دي بشيلها واحط مكانها الجذر التكعيبي. طلع عندي ان الاكس مالها يا ميس؟ بتساوي جذر التكعيبي لل9. يا ميس، امال انت حطيتي 3 ليه؟ علشان حضرتك في الامتحان بتستعجل. 9 يبقى 3 في 3. لا يا حبيبي انت معاك تكعيبي،
يبقى مجموعة الحل هي دي موجودة عندك في الأعداد الحقيقية؟ يا حبيبي، يبقى الجذر التكعيبي ده موجود في الأعداد الحقيقية. استناني خد مسألة واجب. دي كده الواجب بتاعك موجود في الكتاب المدرسة صفحة 7، وإن شاء الله في فيديو شامل لحل تدريبات الكتاب المدرسي. ركز معايا عشان الفيديو الجاي. احنا كده خلصنا الدرس الأول للوحدة الأولى لتانية إعدادي. تعالى بقى مع بعض هنحل في الفيديو الجاي إن شاء الله بإذن الله حل كتاب المدرسة كله، التدريب اللي على الدرس. لايك وشير عشان ينزل لك كل جديد في حل كتاب الأضواء لمين؟ لسنة تانية إعدادي. شكرا.